السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إن أنا مبسوطة أوي إن أنا باعمل الحلقة دي، لإني ما عملتش الحلقة دي بقى لي كتير، يعني ما صورتش بقى لي كتير. والحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله تكون حلقة هادية كده وخفيفة، وهي بتتكلم عن إزاي أعمل صحاب، والصحاب دول يقعدوا معايا لفترة طويلة. الحقيقة إن أنا أكتر حد experience في إنه يدي نصايح عن إزاي أعمل صحاب، لإن أنا يعني ممكن أعد شعر راسي وأقول أنا صاحبت ناس قدهم، بجد مش كلام. أنا من صغري أصلا وأنا حد اجتماعي قوي، يعني أنا حد اجتماعي قوي وبتعرف على الناس قوي وبحب الناس قوي. أنا أساسا حد يعني بيحب الناس قوي يعني. فكنت بتعرف على ناس كتير وبتعرف على صحاب كتير و... وخدت من صحاب كتير وكده يعني. فانا جديره جدا بان انا اقدم الحلقه دي. فانا من صغري من وانا في كيجي وانا بعمل صحاب كتير قوي، وعندي كلوز فريندز، وعندي حاجات كتير قوي وصحاب كتير قوي. ومع ذلك لو انا قعدت افلتر دلوقتي هلاقي ان هو من كل صحابي دول ما طلعتش غير بحد، يعني هي الوحيده اللي لسه مقربه ليا لحد دلوقتي. والباقي كله مع اني كنت مصاحبه ناس كتير جدا، يعني almost 15 او حاجه. وصاحبت كتير قوي وانا صغيره، وصاحبت كتير لما روحت الاعدادي والثانوي والجامعه وكل الحاجات دي. فانا مريت على كل الستبس ومريت على كل المراحل وكل حاجه في حوار الصحاب. فانا من خلال كل الاكسبيرينس دي، واكتر حاجه انا طلعت بيها ان هو فعلا من الحاجات المهمه جدا الانسان يحطها في عين الاعتبار عشان يعرف يعمل صحاب كويسه، ان هو يعرف قيمه نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ كلام فلسفي مثلا ان هو نعرف قيمة نفسنا والكلام ده؟ لا، هي الفكرة خالص ان طول ما الانسان تايه ومش عارف قيمة نفسه هو مش عارف هو عاوز ايه. يعني انا مثلا كنت بصاحب كل الانواع يعني مش كل انواع الناس، يعني كل الصفات انواع الشخصيات. اصاحب الحد الجبان القوي، اصاحب الحد اللي في دراسيا مش احسن حاجه، اصاحب الحد الشاطر قوي، اصاحب الجريء، اصاحب كل الانواع. وانا ما كنتش فاهمه ايه ماي تايب في دول، ايه اكتر شخصيه انا حابه ان انا اكون صاحبتها. وكنت دايما في توهة، وده كان بيخليني عرضة اكتر لان انا ما اتحبش بجد من صحابي دول، وان صحابي دول يستغلوني، وان انا اكون تايهة، لان انا في النهاية انا مش عارفة نفسي انا مين. انا مش عارفة. يعني لو حد جه قال لي انت مين، انا مش هبقى عارفة. طب انت بتحبي صحابك يكونوا عاملين ازاي؟ انا مش هبقى عارفة، لان انا نفسي مش عارفة انا عايزة ايه. يعني انا مش عارفة ايه القيم الشخصية اللي انا المفروض اكون عارفاها. إيه، هل مثلا انا بحب الشخص اللي انا اتعامل معاه يكون صادق جدا؟ هل انا بحب ان هو اهم حاجه فيه الاحترام؟ هل انا بحب اكتر حاجه فيه ان هي السبورت، اكتر حاجه فيه ان هي تكون التفاهم؟ كل الحاجات دي انا ما كانش عندي awareness خالص بالحاجات دي، فعشان كده انا ما كنتش عارفه ايه القيم بتاعتي عشان اقدر اختار من عليها الشخص. فاهم حاجه في لما يجي الانسان يختار شخص في حياته، إيه صحابه. وبالذات على فكرة يعني بحس ان درجة الصحوبية دي من اقوى الحاجات في الانسان. يعني انا مثلا وانا في جامعة قرأت بحث علمي كده، ريسيرش صغير قوي، كان بيقول ان الانسان الراجل اللي هو الذكر محتاج لأنثى في حياته، محتاج انه يكون عنده صديقة أنثى. يا سلام لو الست دي كانت مراته، يعني تبقى الجنة وما فيها يعني في الأرض. وقال ان اي ست محتاجة لصديقة تكون معاها. بيقولوا ليه الكلام ده؟ ليه الست ما تكونش محتاجة لصديق او راجل محتاج لصديق؟ قالك لان هو علميا ان وجود الست الصديقة في المقام اللي هي صديقة انثى، طبعا احنا عارفين الستات ايموشنال اكتر الدنيا. مش عارفة، في دبانة رخمة بس انا مش همنتج ومش هعمل اي حاجة. ان هو يكون الانسان يكون عنده اصدقاء داعمين يكونوا كويسين. فالمهم في حاجات كتير قوي تمت في الصداقة، يعني في ريسيرشز كتير قوي اتعملت، وفي كتب كتير قوي كتبت في ده. لان الصداقة من الحاجات المهمة جدا في الحياة. ليه الصداقة من الحاجات المهمة جدا في الحياة؟ لان احنا بنتولد عندنا الماي بيرنتس اللي هو بابا وماما، ما اخترناهمش. عندنا اخواتنا ما اخترناهمش. عندنا العيلة ما اخترناهمش. الحاجة الوحيدة اللي احنا بنختارها في الحياة هي الاصدقاء. هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا عندنا حرية الاختيار فيها، واحنا عندنا حرية التغيير فيها، ان احنا نقدر نغير ده. مش نغيره ان هو نغير صفاته الشخصية، لا، نغيره هو. يعني نقدر ان احنا نقول ده مش عايزينه في حياتنا وده عايزينه في حياتنا. فمهم جدا ان احنا واحنا بنختار نكون عارفين احنا محتاجين مين اللي يكون معانا، مين اللي يسبورت مين اللي يقدر ان هو يتفاهم معايا في الحياة، ومين اللي يقدر يدعمني. طيب هل انا مثلا هعرف ان انا اجيب الشخص ده بالمواصفات دي لو انا مش عارفة انا عايزة ايه؟ ومش هعرف، هبقى تايهة، هبقى العلاقة مش متوازنة، هيبقى في توهة، هيبقى في حيرة، انا مش عارفة انا عايزة ايه. فبالتالي انا هختار ناس مش مناسبين ان هم يكونوا موجودين في حياتي، فانا مش هعرف يعني. اول حاجة في اختيار الاصدقاء ان انا اكون عارفة القيم بتاعتي ايه.
انا عارفة الفاليوز اللي انا عايزاها. انا عايزة شخص بالصفات 1 2 3. لو مش هلاقي شخص بصفات 1 2 3، انا عارفة ان ده مش هيبقى من معايير الصداقة اللي هيدخل معايا. لكن ما اروحش انقي بقى اجيب شوية ناس كده واقعد اجيب واجيب واجيب عشان ما احسش بالوحدة، واجيب ناس واخسر 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 فرصة ان انا ممكن اروح اجيب ناس تانية كويسين قوي اقدر ان انا اكون معاهم علاقات. تاني حاجة، ان مفيش اصدقاء كويسين في الحياة. الكلام ده مثلا تخاريف، كله بتاع مصلحته ومحدش بيلاقي راحته والكلام اللي بنلاقيه ده. لو كل حياتك مفيش فيها اصدقاء كويسين، انت مش لاقي حد ممكن تصاحبه، خليك انت الحد كويس. يعني انا عايز مثلا، انا عايز صاحب بمواصفات 1 2 3. انا هشتغل على نفسي ان انا اخلي عندي 1 2 3 في شخصيتي انا. مع الوقت هلاقي حد زيي. مع الوقت هيكون في حد برضو بيبحث عن واحد بمواصفات 1 2 3، لان هو برضو 1 2 3، فاقدر ان انا نبقى احنا الاتنين اصدقاء. ففكرة ان هو والله ما فيش حد كويس، والله ما فيش حد يستاهل العشرة والكلام ده. طيب هو لما كل الناس دي ما تستاهلش العشرة، انت منهم يعني؟ طب ليه نظرية التعميم اصلا يعني ممكن نبقى نعمل حلقة عن التعميم والمغالطات المنطقية دي ونفهم فيها أكتر. والله احنا بدأنا نعرف قيمة نفسنا، وبدأنا نعرف قيمة القيم بتاعتنا الشخصية، وبدأنا نعرف احنا محتاجين 1 2 3 في الشخص اللي احنا مصاحبينه. وبدأنا ان احنا نشتغل على نفسنا كويس قوي، ونعرف احنا محتاجين نكون عاملين ازاي عشان نقدر نجذب ناس شبهنا لينا. تالت حاجة هنعمل ايه بعد ما نعمل الحاجتين دول؟ انا هبص في النوت لاني كاتباهم فمش الذاكرة بعافية حبتين. اه، تالت حاجة التغذية المستمرة. يعني ايه تغذية مستمرة؟ يعني تواصل، يعني اهتمام، يعني ان الانسان اكون بطمن على الشخص ده من وقت لاخر، اكون بكلمه من وقت للتاني، اكون بقدره، لو غلطت فيه اعتذر له، اكون متواجدة في وقت مشكلته. وفي ناس برضو بتفهم ان هو لازم علشان ان انا اكون مع صاحبي او ما اكون مع صاحبتي طول الوقت ان احنا نكون بنتكلم فول تايم، ان احنا نكون مع بعض طول الوقت، ان احنا نكون بنخرج، ان احنا نكون بنعمل. لا، مش شرط. ممكن الانسان يكون منشغل في حياته وهي منشغلة في حياتها، او انت منشغل في حياتك وهو منشغل في حياته. وقت ما تحتاجوا بعض تلاقوا بعض. هو ده التواجد. هو ده التواجد ان المفروض يكون موجود. انا لما احتاجك هلاقيك. بس مش محتاجين بقى طول الوقت موجودين ومش عارف ايه، لا. يعني من ضمن الحاجات اللي انا ممكن احكيها عامة شهد مش هتشوف الفيديو ده، بس ثانية، واحدة صاحبتي اسمها شهد. شهد صاحبتي دي انا وهي مثلا نقول لو جينا نفتح شات الواتساب هنلاقي ان انا وشهد بنتكلم كل 2000 سنة مرة. كل ما ابقى حاسة ان انا فعلا محتاجة حد بكلم شهد، وهي كل ما بتكون حاسة ان هي محتاجة حد بتكلم نور. فاحنا مقضيينها كده. لو جينا نشوف شات الواتساب ما بنتكلمش كل يوم، بيحصل حاجات كتير قوي. كل فترة كده يلا نتقابل ننزل نقعد 10 ساعات اصلا يعني. فالإنسان لازم يركز على الكواليتي مش الكوانتيتي. يعني المفروض الإنسان يركز على الجودة مش على الكم. فالمفروض الإنسان يكون بيركز ودايما بيغذي العلاقة، لأن أي علاقة في الدنيا عاملة شبه الوردة. طول ما انت بتحط للوردة دي مية وبتحطها في الشمس وبتغذيها هتبقى زي الفل. طول ما انت بتهمل الوردة هتدبل وتموت. العلاقات كلها كده. لازم العلاقة لازم تكون فيها اهتمام، ولازم يكون فيها استمرار، ولازم يكون فيها تغذية، وكل الحاجات دي بشكل مستمر. ما ينفعش ان انا اكون طول الوقت بدي، وما ينفعش ان انا طول الوقت اكون باخد بس. يعني انا دايما بحب اقول ان العلاقات طريق رايح جاي، رايح جاي. الطريق دايما لازم يكون رايح جاي. لو الطريق رايح بس اعرف ان في مشكلة وان العلاقة دي مش هتستمر. طب لو الطريق جاي بس نفس النظام. ليه؟ اي حاجة في الدنيا لازم راحة جاي. لان حتى الشخص اللي بيقدم طول الوقت من كتر ما هو بيقدم هيجيله وقت ويحس ان هو خلاص انا ما عدتش قادر. وساعة ما بتقفل بقى الدبانة دي رخمة جدا على فكرة. وساعة ما بتقفل بقى صعب جدا ان انت ترجعه تاني. يعني صعب، بتبقى بقى خلاص وبتحس ان انت ندمان، وبتحس ان في خسارة كبيرة قوي، وبتحس ان هو في حاجات تانية كتير. فاحنا في غنى عن كل الكلام ده. احنا من الاول نقدر ان احنا نبقى عندنا كواليتي، نقدر ان احنا نختار بعناية. احنا مش ناس صغيرة خالص. يعني اعتقد اللي وصله الفيديو ده هو شخص عنده اويرنس كويس قوي ان هو يقعد يسمع ده. رابع حاجة معانا، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وهي الصبر. الصبر والتسامح. ان الانسان يكون بيصبر على اللي قدامه. الشخص اللي قدامك ده مش روبوت، انت مش مفصله.
طبيعي ان هو هيجيله وقت ويغلط، طبيعي ان هو هيغلط في حقك وهتزعل منه جامد. ساعتها بقى زي ما احنا قلنا ان العلاقات طريق رايح جاي، ساعتها هنطلع الاجندة بتاعتنا ونشوف الشخص ده قد ايه عدلنا، الشخص ده كان قد ايه موجود، الشخص ده فيه رصيد قد ايه في العلاقة يسمح لنا ان احنا ممكن نسامحه على الغلطة دي. من الحاجات اللي انا بحب افتكرها جدا ان انا وانا في ثانوي كان عندي واحدة صاحبتي، وكنت انا وهي صحاب جدا، يعني صحاب كنا كلوز قوي. وكانت هي دايما تعمل حاجات بتضايقني، فيها طباع كده كانت بتضايقني قوي، وكنت انا ببقى متضايقه قوي، مع ان كان فيها صفات عمري ما كنت الاقيها في اي حد تاني من صحابنا. انا ساعتها اتضايقت ورحت وقعدت معاها وقلت لها انا ما كنتش عايزه ان انا وانتي نبقى صحاب تاني، لان انا حاسه ان انا تعبانه ومش مرتاحه وان انا بستنزف في العلاقه دي. ساعتها قالت لي تعالي، ساعتها كانت حكيمه قوي يعني، فهي قالت لي على فكره انتي ايه اللي بيعجبك فيا؟ فساعتها انا بصيت كده قعدت افكر وبتاع، قلت لها واحد اتنين تلاته اربعه، قعدت اعد لها الحاجات اللي هي عجباني فيها. قالت لي وايه اللي ما بيعجبكيش؟ قلت لها حاجه تقريبا او اتنين. قالت لي لو احنا حطينا الاتنين دول في مقارنه هيبقوا قد بعض. قلت لها بس انا بتأذي، انا حاسه ان انا بتأذي في الموضوع ده وحاسه ان انا مش طايقه ده. قالت لي على فكره انا ممكن احسن المشكله اللي عندي، يعني انا ممكن احسن التوبيك ده على قد ما اقدر، مش هقدر اغيره لانه هعمل اللي انا هقدر عليه لانه عيب فيا. ولكن احنا لما بنيجي نحب بني ادمين يا نور احنا بناخدهم باكج على بعض، احنا ما بنفصلش البني ادمين، احنا مش روبوتس، احنا مش بنقدر نجيب، احنا مش بنختار، احنا مش رايحين سوبر ماركت فبنقول والله احنا عايزين حاجه من دي وحاجه من دي وحاجه من دي وحاجه من دي وشكل لي يا ابني طلع لي البني ادم ده، لا خالص. احنا بناخد حد كامل على بعضه عشان احنا بنلاقي نفسنا في حاجات فيه وبنلاقي روحنا في حاجات فيه، بنلاقي فيه عيوب بنحاول نتغاضى عنها. اللي قدامنا بنلمح له بيحاول ان هو يصلحها، وزي ما اللي قدامنا ده في عيوب احنا كمان فينا عيوب. ساعتها انا بصيت اندهشت. وساعتها انا لحد دلوقتي ممتنه جدا 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 للنصيحه دي، لانها يعني زي ما تكون جابت كشاف وعملت لايت كده جوه مخي على حاجه انا عمري ما كنت هتفهمها. فعلا هو الانسان باكج على بعضه، الانسان بيتحب باكج على بعضه، الانسان بيبقى موجود كله على بعضه، ما بناخدش حته ونسيب حته، واحنا مش بنتشرى من السوبر ماركت احنا كلنا على بعض. فزي ما احنا بنلاقي الشخص اللي احنا لاقيين معاه مميزات هنلاقي فيه عيوب، ولما نيجي نختار حد نستحمل عيوبه، نختار حد نستحمل عيوبه، لا وما نختارش حد يبهرنا، لان الانبهار مع الوقت بيروح. احنا محتاجين حد يكون حقيقي، يكون حقيقي بجد، نكون احنا بننكشف قدامه وبنتعرى نفسيا واحنا مش خايفين ان يكون ده judgmental، ما نكونش خايفين ان ده هيطلع سرنا، مش هنكون خايفين ان هو بيبص علينا بنظرة مستحقرنا فيها، لا احنا عايزين حد نكون منكشفين قدامه تماما بمنتهى الأريحية وبمنتهى الانبساط وبمنتهى الاحترام والاحتواء. احنا محتاجين حد يكون فعلا الباكج بتاعته عيوبها ماشية على السيستم بتاعنا. عارفة ده رقم كام؟ بطلت أعد يا تقريبا الخامس السادس حاجة كده يعني. دي حاجة أنا مقتنعة بها جدا، وهفضل كتير قوي 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 مقتنعة بيها. إيه إن هو رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. من الحاجات اللي أنا بحبها في صحابي لما حد يشاور لي ويقول لي نور انت عندك عيب في كذا، انت عندك مشكلة في كذا، احنا لما كنا في السيتويشن الفلاني انتي قلتي كذا فما كانش ينفع. مع الوقت وانا قاعدة طبعا كلنا في رحلة تطور ذاتي، كلنا بنسعى ان احنا نكون عندنا تطور وان احنا نكون كويسين. لما انا بقعد افكر كده بلاقي ان هو يعني ممكن تكون عندي واحطها في النوت بتاعتي وابدا ان انا اشتغل عليها. عيب جايلي على الجاهز، احنا مستحيل نشوف نفسنا من بره، مستحيل، احنا عايشين جوه بس، فاحنا نظرتنا محدودة قوي، محدودة، احنا وان سايد. فاحنا محتاجين نشوف كل السايدز التانية اللي موجودة، محتاجين نشوف نفسنا ايه عيوبنا، محتاجين نشوف مشاكلنا، محتاجين نشوف كل الحاجات دي. فلما حد يهدي لي العيب بتاعي ويقول لي فيك عيب كذا حسنيه، لا يعني ده انت على دماغي جدا، ده من الاكتر الاشخاص اللي ممكن الانسان يكون حاسسهم ان هم انسان الناس في منتهى الشفافية، في منتهى الحب، في منتهى الصدق. فلازم الانسان دايما يكون مبسوط لو حد بيشاور له على العيب بتاعه، لان مش كل الناس بتعمل نفس الحاجة دي. في النهاية انا مش عارفة انا ممكن اكون نسيت ايه او كان المفروض اقول ايه،
بس أنا ده اللي عندي. أنا كان الفيديو في هيئة point، ما كانش في story time ولا الحاجات دي، مع إن أنا ممكن أطلع أحكي story time من هنا لبكرة الصبح. لو انتوا حابين ده اكتبوا لي في الكومنتس واطلع احكي لكم بقى الحكايات بتاعتي مع كل صحابي اللي عملوا حوارات كتير قوي. بس انا مش عارفه اقول ايه، انا بجد مبسوطه. صورتش بقالي تقريبا 10 شهور او 11 شهر، كمان داخله في سنه اهو. فانا مبسوطه جدا ان انا رجعت تاني اليوتيوب، واتمنى بقى ان انتوا تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب، كل الحاجات الحلوه الحبشكنات دي، وتقولوا لو انتوا عاوزيني اعمل فيديوهات تانية، وتشجعوني عشان انا نايمه في الخط خالص. Thank you.